أدنى حقوق الإنسان. هم عادة يكدسون في سجون مكتظة طبعا تتفشى فيها الأمراض. المحتجزون يتعرضون للتعذيب بوسائل مختلفة كالصدمات الكهربائية، الجلد، التعليق، الحرق، وأيضا الاغتصاب. على كل، أحمد مظهر السعد معتقل سابق في سجون النظام قضى عقوبة السجن بسبب آرائه السياسية، ويروي للعربية وللخامسة ما حصل معه بعد قرابة السنة من إطلاق سراحه. دعونا نتابع. أصعب شيء كان يواجهني يوميا كيف يمكن أن أنام والمهجع الذي كنت فيه مفتوح عليه غرفة التحقيق. كانوا يحققون مع الشباب ويفتحون الباب بقصد على المهجع كي نسمع الصراخ والعويل وكل ما هو يمارس ضد شعبنا. من الأشياء المؤلمة جدا هي الممارسات التي لا يمكن وصفها بأي منطق إنساني التي تمارس ضد الشباب خاصة. يعني من الممكن أحيانا أن يكون التعذيب للكبار أقل نسبيا، ولكن أنا كان يؤلمني جدا أن شباب سوريا، الشباب الواعد، هذا الشباب النظيف الذي وقف في وجه الطاغي ليقول لا لكل أنواع العسف، الآن مصيره الموت، والموت المحقق، وهذا ليس كلاما مثاليا أو كلاما إنشائيا. المهجع الذي كنت فيه كان يتم فيه تجميع الجثث يوميا، جثث الشهداء الذين يموتون تحت التعذيب. صحيح أنهم كانوا يحشروننا في زاوية المهجع عندما يأتون بالجثث حتى لا نرى، ولكن كنت بأسلوبي وبطريقتي أحاول بطرف عيني أن أرى. وشهادة حية أيضا معنا من غازي عنتاب المعتقل السابق في سجون النظام السوري، المحامي نجيب ددم. أهلا بك أستاذ نجيب، محامي معتقل. ألم تسعفك أو تساعدك شهادة الحقوق في تجنب أن تكون داخل سجون النظام، أم أنه في سجن النظام السوري ليس هناك من استثناء؟ السلام عليكم، تحية للجميع، تحية للمجتمعين الآن في السعودية. نتمنى أن يتم تخفيف آلام المستقبل على الجميع. بالنسبة لي تم توقيفي عام 1983، استمر لمدة 9 سنوات وأخلي سبيلي فيما بعد. سبب التوقيف كان أنني أحد قيادات التجمع الوطني الديمقراطي الذي شكل عام 1979، وكان رد على الصراع الدائم بين طليعة المقاتلة المنسوبة للإخوان